كلام الحكومة وكلام رئيس الوزراء بمعنى آخر أن كثرة الاستجوابات هي أخرت المجلس وهي أدت إلى حدوث حالة احتقان سياسي. هذه قضية وهذا مبحث يعني يحتاج شرح طويل، راح أعود له، بس اسمح لي أقول لك ماذا قدمت الحكومة بالصيف كما ذكر الأستاذ مبارك. وقعوا عقد أو عقود مع شركات وردوا مزعوها، سووا شركة أمانة وردوا مزعوها. هذا يسوي المجلس كان يعترض عليه. وين؟ ما كان في مجلس أساسا، كانت فترة صيف. نعم. المجلس مو بهالصورة القاسية. كان هناك تصريحات من النواب. إذا تصريح نائب يخلي الحكومة تتراجع عن خطة، هذا أمر يعني أنا أكتفي بكلامك، شكرا لك، كلامك وأنا أكتفي فيه. تصريح نائب ماذا يمثل علي الدغباسي؟ رأي شخصي، ما يمثل 10 نواب. الحكومة تملك السلطة الدستورية ممكن ترجع تقدم استجواب. إذا تشتغل في ظل أجواء خوف وتشتغل في ظل تخوف وأن المجموعة الفلانية ضدي، ما الحكومة هي متحالفة مع التيارات السياسية. من الوزراء اللي بالحكومة؟ وزير الحركة الدستورية، وزير كان للسلف، وزير كان، هذا كلامي غلط، أنا كلامي غلط، هذا تاريخ مكتوب. حكومة محاصصة، نحن لا نريد حكومة محاصصة، نريد حكومة رجال دولة ما يفرقون بين أهل الكويت، المواطنين يتساوون أمام القانون ويكون في مبادرات. ألست مع حكومة ذات أغلبية برلمانية؟ لا ما كانت أغلبية برلمانية. ألست مع حكومة ذات أغلبية؟ أنا مع حكومة ذات أغلبية برلمانية، لأن الشعب الكويتي سينتخب نوابه، والنواب ضمير الأمة. نحن ضمير الأمة إذا كنا نوابها في المجلس الماضي. يعني هل تميل إلى حكومة من أغلبية من الكتلة الإسلامية؟ مو أنا اللي أميل لها، الدستور الكويتي يميل لها، وهناك 16 مقعد في الحكومة، ما ممكن في كتلة 16. وأنا ما أقول أن شكل الحكومة غير برلمانية. كان 17 نائب. فلتكن، لكن في النهاية المجلس مو كتلة إسلامية ولا كتلة. ثم الأغلبية إذا هل تؤيد؟ لا هذا من وجهة نظرك. الكتلة الإسلامية كانت كتلتين، كانت نيو إسلامي وكانت في كتلة أخرى، والكتلة الإسلامية نفسها كان في سلف وكان في إخوان وكان في كذا. هذا أمر أنا ما يعنيني وليس هو عملي، هذا عمل سمو رئيس الحكومة يتحمله، ويعلم الله نقول الصادقين نحن أمانة وأهل الكويت أمانة، أعراضنا وأموالنا ومصالحنا كلها أمانة عندكم، احفظوا عليها بالعدل بين المسلمين. ما نبي شيء أكثر من العدل بين الناس، ونبي تقدم مبادرات. الحكومة عندها أجهزة استشارية وخبراء وإحصائيات، هذا وظفة لتقديم مشروع لتقود الدولة إلى أين؟ إلى خطط واضحة في التنمية، في الاقتصاد، في إيجاد فرص عمل للكويتيين، في إنعاش خدماتهم. أما هذا الكلام اللي قاعد يقال هذا كلام يعني كلام ديوانية. والله مجلس الأمة معطلنا استجوابات، أنا دازينا بالله يعني مجلس الأمة الناس مختارين عشان نفصل على استجوابات في قضايا جانبية. من القضايا الجانبية كلها بنبخي إياهم استجوابات. نعم سنستخدم الاستجواب في الحق ولمصلحة الكويت، ولن نتعسف في استخدام السلطة لمصلحة مكاتب سياسية ضيقة. دعني أكمل في ثواني أنا أعد ثواني حتى أنا 30 ثانية بالضبط. تفضل. استجواب وزير النفط، عندنا 3 حرائق نفطية شبت بالنفط، ما تبين أزاء الوزير. استجواب وزير الصحة، المستشفيات قاعد تنهار والناس قاعد تصيح، ما تبين استجواب وزير النفط. استجواب وزير التربية. نعم. تحرشات جنسية، والحكومة يوم تقول أكو ويوم ما أكو، يوم أكو ويوم ما أكو. تبيني ما أسأل؟ ايش حق دازين الناس؟ دازيني أنا هذه يا سيدي، أنا أقولها على الملأ وآسفا أقولها آسفا، نحن لم نعد نثق في أي لجنة تحقيق حكومية ولا نثق في أي كلام حكومة. نحن نريد عمل، وأقسم بالله العظيم سنبصم للحكومة ونهتف لها ونصفق إذا قادتنا إلى بر الأمان دون أي تمييز بين زيد أو عمر. هذا رقم 1. رقم 2 سنكون لها من الناصحين ولن نتعسف نعم. في استخدام سلطاتنا. نعم. أستاذ مبارك، هل تعتقد